السلام عليكم، مساكم الله بالخير. يلا حيهم. أفلح من ذكر الله، لا إله إلا الله، وصلى على النبي. اللهم صل وسلم على رسول الله. اليوم عندي لكم قصة إن شاء الله تنال استحسانكم، خلوكم معي. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. يلا حيهم. أفلح من ذكر الله، لا إله إلا الله، وصلى على النبي. اللهم صل وسلم على رسول الله. قصة خفيفة جميلة فيها فائدة. طبعا إن شاء الله بنجي للقصة اللي بنقولها إن شاء الله، بس زي ما أقول لكم نكملها إن شاء الله، واللي هي قلنا أنها بتبدأ في تركيا وتنتهي في سوريا. القصة اليوم من جيرانهم من العراق. هذا شخص اسمه كاظم. كاظم هذا يقول والله يا عبد الرحمن، ب 2005-2006 توظفت وظيفة في أحد الدوائر الحكومية. شو وظيفتي؟ في المحاسب، يعني بناء على شهادتي اللي حصلت عليها. والله من هنا حطوني قسم ايش؟ صرف رواتب. فلان ابن فلان استلم، اقبض، وقع، استلم. كان تسليم كذا، عاد ما ادري اذا تغير عندهم، حتى احنا من اول كذا. وعد حسين راد احمد مرتضى، ويلا سلم. المهم عد وسلم ووقع، وهذا هو. اي والله. يقول والله لي رفيق اخو يعني تحزن به. يقول أنا استمريت في الوظيفة من 2000 قلنا و5-6 لين 2010. والله أخذت لي قرض ومدري وش، وهذا ساهم معه وهذا منه، وترزق الله. محاسب الولد فاهم، يعني حتى شاطر شوي في التجارة، عنده حس. فيقول الحمد لله جمعت لي مبلغ حلو. منا جمعت طرافي على ما قالوا، وشريت لي بيت صغير، بس إني أفتك من الإيجار. وهذا في نظري انه اول خطوة عشان تفتك وتغتني ويصير راتبك لك، لا يطق بابك احد يقول عطني الايجار. الله يغني كل عن الايجار. يقول والله واشتري ذاك البيت. بعد فترة بعد والله جمعت روحي مرة ثانية، وشريت لي سيارة بعد حليوة تنقلني وتفكني من المواصلات ودفع المواصلات وكذا، واريح واسرع والى اخره. خلاص الحين اساسيات عندي. راتبي والله زين، ورجال محاسب، هو محاسب، فبالتالي يعني دقيق يطلع الراتب. هذا ادخار، هذا مصرف الثلاجة، البيت، هذا أعطيه مرتي، وهذا المحروقات وبنزين. والله خلص حق الماكلة على ما قال، حق البيت. دبري نفسك، عندك ميزانية، خلاص أنا أعطيتكم اللي يكفي يا رعية البيت. فعلا يقول مشى انفسنا باشياء بسيطه لين يجي الراتب ما في، وعندي بس لا، الدعوه ميزانيه، وهذا الصح. اللي عنده هدف طبعا. يقول انا عندي هدف. وش الهدف؟ اني اطلع يوم من الايام من الوظيفه. مو بطول، ما عندي استعداد ابدا اني اجلس في الوظيفه لان يقولوا لي مت قاعد. لا ما قاعد. اعطني حريتي اطلق يدي، انطلق يوم من الايام، بس يكون عندي راس مال وخططها على مهل واشلع. يقول والله راحت السنين. يقول يوم جاء ذاك اليوم ويجيني اخو دنيا، صديق. قال مرتضى؟ قلت سم. كاظم مو مرتضى، كاظم. قلت لبيه. قال ورا ما تحط يدك في يدي ونشتغل. يا زين هالكلمة، إذا صارت من واحد كف وتكانة سلام، بس لو صار خمام تاليها في السجن أنت وياه تقابلين تلعبون ضامنة. قال يقول له هب ريح الولد، مو بسيط، عقلية، ولد سوق صح، محكحك على ما قالوا. يقول قلت أيوة. الفكرة هالحين عند راعي الفكرة، مو بسيط الرجال. يقول أنا أثق فيه، ولد ما شاء الله لا الله يحسبها. يقول أنا دقيق وهو أدق مني. يقول قلت سولف. وش العلم؟ قال شوف، شغلة انك تبتل موظف انا ما عجبتني يا اخي. كذا الكاركتر حقك انت في السوق ما يصلح دوام ووقع ومدير طاعة نقطة شنب في ذا ناظرك فوق النظارة، لكن متأخر ليش؟ يا رب أنت ما تسوى 4 ريال، تجي تحطونك علي أنا مدير.
اي والله ودك برحى وتدقف وتطحن فيها. اشكال مر علي نوعيات. فيقول فعلا انا اعاني من الامور هذه. قلت انا حسب انه والله بيقول بنشتغل مثلا في ادوات سباكه وكهرباء، ولا محل زينه سيارات، ولا محل زي ما تقول هدايا، يعني الاشياء الدارجه. بس لا، اللي مفتح يا اخي شوف شيء نادر او شيء قليل، يعني مو بضغط عليه كثير، حتى انه يستفرد شوي يعني. قال لا كل الشغلات ذي ما تصلح لي ولا لك. قالوا شو؟ قال شوف انا بيني وبينك صفيت اموري من السوق، كل اللي لي محل ما بعته وصرفت وكل شيء وجمعت راس مالي، وبيك تحط يدك في يدي ونشتغل في ايش؟ قال في ايش؟ قال في التجهيزات الطبية. ما قد فكرت فيها. تصبر شلون؟ قال اقول لك نفتح مؤسسة. قال حلو. قال الدولة ما شاء الله يعني رجعت، يعني الحمد لله الآن فيه مستشفيات قاعد تفتح، مستوصفات، أضف إلى ذلك في مستشفيات خاصة، عيادات خاصة. فهذا حلو حلو حلو. وبعدين قال أبد، احنا طال عمرك نصير زي المتعهدين، نوفر لهالجهات هذه اللي عديناها. والله هذا بيسوي عيادة مو بشغله يجيب تجهيزات طبية، احنا شغلنا نوفر له زي المناقصة، نقدم عرضنا، هو يطلب مثلا خلينا نقول مثلا 50 سرير وسرير طبي مثلا، وعيادة الأسنان تبي كراسي أسنان ومكلفة. يقول حنا نجيب نشتري جملة، يكون عندنا مستودع ونقدم بأقل عرض ونستفيد. المملولة دارسة، وراني دراسته، يقول عجبتني، قريتها يومين ثلاث. قلت له تدري بس ما تحس انها تكلف؟ قال لا تكلف، بس احنا بنبدأ شوي شوي، لين منها ان احنا نكون اسم في السوق، ومنها نكبر مع الوقت ونصير ندخل على الثقيل، الاشياء الثقيله اللي هي التعهدات من مستشفيات كبيره وكذا. فالرجل عنده خطه. يقول استعنت بالله وشاورت وكذا واستخرت الله وجزمت. يقول وفعلا والله ما فيها خط رجعه، ما ينفع ثنتين الا بترك احدها، ووقع استقالتي. خلني ايش؟ ترى على فكره هذه من الفوائد اللي احب انا اطرحها في القصص او يستفيد منها المتابع. في احد اصدقائي كان ما شاء الله راتبه قوي في احد الجهات، يعني شبه حكومي. فجاني يوم من الايام قال ابو راكان انا بشتغل حسابي الخاص وترى قدمت استقالتي. لا ارجوك وشلون؟ ما بقول انت 1000 مليون واحد تمنى وظيفتك. قال ابو راكان، قلت سم. قال تذكر المسلمين يوم قطعوا مضيق جبل طارق لاسبانيا؟ قال لي. قال ما قام القائد وقال العدو. السلام عليكم. افتح من ذكر صلى على النبي لا اله الا الله اللهم صل وسلم. اول شيء قبل ما نبدا قصتنا، هل صليتوا على النبي؟ انا ما ببدا. صليتوا على النبي؟ الحمد لله. يلا اليوم قصتنا عن كان في اليوم بابا راح سحب علينا وراح تعشى. ايه المهم هو طارق بن زياد وش قال؟ قال عدو امامكم والبحر من ورائكم وليس لكم والله الا الصبر واحرق السفن. يعني بلسان حالنا اليوم قطع خط الرجعه على الجيش. لذلك الجيش وش يفكر؟ خلاص فعلا وراي بحر مالي مطر عليهم، قد اذا مالك الا امام. هذا تراه سر من اسرار النجاح. بعض الناس الحين لو بغى يدخل في مجال معين لا شك فيه امور كثيره مهمه، لكن ابى اخذ اجازه 3 اشهر اجرب انساني نجحت ولا برجع. انت تلعب على نفسك، مخلي لنفسك خط رجعه. صح انك لا تغامر وتتهور، بس ادرس الموضوع واستخر واستشر وادرسها صح واقدم، استعن بالله. اما تترك خط رجعه خلاص الانسان مهما كان يحب الشيء الامان. فهذا اللي سواه صاحبي، قال ابدا، قال عشان انجح انسى الوظيفه وانسى العمل، خلاص انا ما عاد لي الا الطريق هذا اخترته. فاستعن بالله وما شاء الله الان من رجال الاعمال الله يوفقه. طيب صاحبنا في القصه نفس الحكايه،
يقول أنا يوم جزمت وتوكلت على الله واتفقت مع خويي وزينا أوراقنا ومؤسستنا وكذا، قدمت استقالتي، بدينا نشتغل. يقول والله يعني العقبات والصعوبات في البداية لابد منها، ولكن الموضوع يعني انت يعني زي ما تقول نعدي عقبة وراء عقبة وتزين ونتعلم من غلطاتنا وكذا. المهم احنا تجاوزنا ومشي حالنا شوي، دفدفناه والله ها ازين من الوظيفة واجد، لكن والله 24 ساعة شغال مخك ترى. ايه في فرق، وعلاقات ويحتاج وروحات وجيات ايه. يقول والله زانت كل مالها وتزين الامور. يقول جذا، يقول طرحت مناقصة في وزارة الصحة مع الحكومة تجهيز مستشفى. والله اللقمة كبيرة، يعني موضوع فيه فلوس، بس يبي لها فلوس. نتشاور انا وخويي. قال خويي انا ابى ادبر نفسي، لازم نجمع الان راس مال عشان يعني يبون تجهيزات قوية. فصحيح ان فيها مكسب، لكن من لا يغبر شاربه ما يدسمه. الحين لازم ان احنا نتعب ونبذل الغالي والنفيس عشان نوفر لهم الطلب اللي هم يبونه. يقول قلت توكل على الله. يقول والله اني جامع من مكاسبي اللي راحت مبلغ موفرها، ماشي مجمع اموري، لك وين يبي لي مبلغ. يقول وانا اقوم وابيع البيت وابيع السياره، جمعت اللي وراي واللي قدامي، ضغطت نفسي، المهم اني جمعت حصتي وانا اسلمها لخوي. قلت توكل على الله هذا نصيبي. قال بيض الله وجهك. والله طبعا هي راسية عليهم قبل، وهم عارفين زي ما تقول مدخالهم ومطلعهم، عارفين كم بيشترون وعارفين، لكن مي بكل البضاعه عندهم، لكن هو التزموا خلاص نوفرها على دفعات، على اساس انه اذا رست علينا المناقصه نعطيهم اللي في المستودع كله ونجيب الباقي طلبيه على بال ما تجي ذي لذيك، يعني جهزنا بعضها. يقول والله فعلا توكل على الله. يقول جمعنا راس مالنا، طلبنا طلبيات وجهزنا، جت الطلبيات ويلا واثثنا المستشفى بالكامل، جهزناه زي ما هو مطلوب تماما. الان حنا صفر نحتري ايش؟ حقوقنا اللي عند الدولة اللي في وزارة الصحة تصرفها لنا الآن، مستحقاتنا. خلاص حقنا ثابت، بس في مالية وزارة الصحة. صارت أحداث نوعا ما يعني زي الفتن أو القلاقل في العراق، وانعدم شبه الأمن، وصار فيه يعني فئة قامت على الدولة. هذا الكلام في 2013. صارت الدعوة حوسة واختلت الأمور شوي وارتباك أمني وفوضى، فبالتالي عطلت مستحقاتهم. طيب أنا منين أعيش؟ وبايع البيت وبايع السيارة وصفر اليدين بالماينس بالناقل مرة، والله مصيبة. هذا اللي ما حسبنا حسابه. سألت على خويي قلت وش تسوي؟ وش السواد؟ قال وش السواد؟ هذه أحداث طبيعية عادي تحصل في عالم التجارة، وأنا وأنت رجلينا سوا، ترى أنا مثلك بالضبط. طيب وأنا ودي عيالي. قال والله دبرهم. يقول والله أنا أطلعهم من البيت وأروح أدور لي شقة واستاجر لهم شقة وأسكنهم. بعد فترة ماشي الأجار غالي. يقول والله زي ما تقول 500,000 في الشهر بعملتهم دينار عراقي. يقول بس غالي يعتبر الأجار، بس أنا سريع بعت البيت الحين توهقت. يقول والله ذاك الشهر بالطقاق يلا عطيت راعي الأجار. يقول وأنا أطلع عيالي الشقة الثانية أصغر ب300,000. قلت يا رب عليكم منك الفرج يا كريم. يقول المالك العمارة اللي أنا فيها الشقق هذه صغار وضيقة، وين بيتي يعتبر عندها قصر، لكن سبحان اللي يغير ولا يتغير، شكر الله الدهر يومه. يقول يعني صغير سن، عمره 15 سنة، وهو يبدون القائم على حلال ورثة حريم وكذا، فرافع خشمه انه انا المسؤول وانا اللي اجمع الحلال وكفو. ما نقول له خير، بس يا اخي في ظروف للناس ويجب ان يحشم الرجل الكفو، يعني الناس يجيها ظروف اصبر. لا هذا يجي يقول يسمعني كلام، يقول يذبحني ذبح، حادفع ولا اطلع بدالك 1000. يقولوا كل يوم تسنها البيت تصدقه، تسنهم تصدقن علي وهو بحلالي، لكن والله العظيم ما معي.
ما معي شيء لا قليل ولا كثير، امشي اطوط حدي مشاويري على رجلي، وكل يوم رايح الراجع، وكل يوم يا رب يا كريم ويا ناس تكفون. قال والله الموضوع يعني متأزم، وانتم عارفين الوضع البلد وجميع مستحقات الشركات وقفتها الدولة والى اجل غير مسمى. والله انتم اصبروا وش نسوي؟ وندور واسطات ويا سيدي ويا عمي تكفون وصرفوا له بعض الشيء مشي امورنا. قالوا ما فيه، جاي امر من فوق ان توقف لين تنتهي هالازمه اللي احنا فيها وترجع المياه لمجاريها ان شاء الله يا رب يا كريم، ونرجع صفر اليدين. وعلى ذا الحال يقول ضاقت فلما استحكمت حلقاتها ما عاد ادري وين اروح، والله اني ما اشوفه من الدنيا كبر ثقب الابره. يقول والله العظيم اني امشي ويا الله اخذ نفس وافكر وين بجيب منه يا ربي. هذا يبي جار وعيالي فاضي البيت والله ما عندهم ما ياكلون، وانا هل انا غبي يوم اترك وظيفتي؟ وش كان راتب، كانت اموري زينه، ولا انا لا والله انا استفدت يوم تركت الوظيفه فعلا، لكن عاد هذا ظرف. قول اهو اسمع روحي وامشي ما اسكن هكا الشارع العام طريق عام. يقول وامشي واضرب اخماس فخماس ما ادري وش اسوي. يقول لان يقول بعد من دخلت في المشاكل وهذه، يقول ما كنت ادخن، يقول طحت في الدخان، يقول ضيقه صدر، يقول امرمر دخاني مغلق. يقول اناظر مخباتي لا ما معي الا قيمه باكت سجاير الله يكرمكم بس هذا المتبقي. يقول قلت تدري اشتري دخان وخلها شو يسوي خاربه، هو ما عندنا معي الا ذا الطفسه يعني قيمه باكت دخان. يقول والله ومي، يقول مع اني انا احدث نفسي اني بتركه، لا غلط اللي سويته اني يعني مثلا ضعفت عند الدخان، لا غلط ابى اترك الدخان. يقول فعلا كنت احاول اقطعه. يقول جيت بشتري من البقاله زي الكشك كذا بشتري من الدخان. يقول لا ذاك الضعيف شايب ثيابه دمار، وضعه دمارين، وحالته قشره ومعه اعاقه. يقول ومسكين منتهي. يقول ناظر قلت والله العظيم اني حول وضعك ماني بعيد، يشهد الله اني انظف هدوم اقول في نفسي، لكن بشتري دخان ولا تاكل انت اقول في نفسي. وناظر كذا بينهم، ناظر راعي الدخان يقول ايش تبي؟ يقول ناظر الشايب يقول من مال الله. الشايب يقول يا ولدي والله ما فطرت، والله اني على بطني من امس، والله ما ذقت شيء، تكفى يا ولدي اذا معك شيء. قلت لا والله البطن اولى من الدخان، تدري خير. يقول طلع المخباتي كله قد خذ يا عم، راح الله يوسع في رزقك ويفرج لي ولك. قال امين، الله يوفقك، الله يوسع لك، الله يجزاك الجنه. يقول هو يمشي منه وانا كمل طريقي منه، قلت مو بلازم دخان محميتين ما دخلنا. يقول انا ابتله. يقول والله مشيت لي يجي لي كيلو رايح لبيتي ما وش اسوي؟ راجعت ما في فايده. يقول رايح لبيتي. يقول الا والله ذاك اللي امرني تا 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 تقول الا يهدي قدام شوي ويلف. يقول ايش ذا يصدمنا وانا على الرصيف بعد ناقصين المستشفى. يقول والله هو يلف شوي الا ينزل من السياره يوقف ويجي هلا كيف حالك وشلونك عساك طيب وش اخبارك؟ الا والله هذا زميلي في الوزاره اللي كنت اعمل فيها. يا هلا مرحبا يلا حيا كيف حالك؟ شو الدنيا بك؟ وين رحت؟ وين عمك هذا؟ وينك؟ وين وش دنياك انت؟ وين رحت؟ وين جيت؟ انا لي 4 سنين اسال عنك، والله ما خليت احد من الزملاء ما سالت عنك. انت غيرت جوالك وما ادري وش قال لي، والله ما ادري وش يقول الدنيا اي تعرف الزملاء اللي تعرف اللي كنت تعمل معهم ويربطكم العمل وانتهيتوا، هذا الواقع بالنسبه له. هذاك لا يبيك، قال لي 4 سنين ادورك. عسى خير. قال اركب السياره واعلمك. قلت حلال تكفى وش فيه؟ قال لا بس اركب بيك. انت وين رايح؟ قال رايح البيت. قال خلاص اوصلك البيت اركب. قلت زين لو ما جينا للتوصيل نفتك من هالممشى. يقول والله واركب معه. يقول الرجال يوم ركبت معه والله انه مستحي مني، ودي يفتح موضوع وخجلان. يقول قال كاظم صح انت كنت تصرف رواتب الموظفين صح؟ يقول قلت هي عارف هذا شغلي من اول انا عارف ذا. تذكر في سنه من السنوات يا كاظم صار عندك عجز في الميزانيه بعد شهور؟ قلت
لا والله ما اذكر والله. قال لا تذكر زين. كنا عندي حلم من زمان واندوشت مع شغل الجديد ونسيت الوزاره ومشاكلها وزملائها، وحتى هو يعني يمكن نسيت اسمها الاول لانه واجد الزملاء، فيعني عرفت انه من زملائي مع الكلام ذكرته. قلت الظاهر والله مره صار عندي عجز مدري 700 و500 زي كذا، مبلغ زي كذا 1000. طبعا ترى 500,000 مو بذاك المبلغ اللي يعني، لكنها عندهم معروف لو تحسبونه. قال لا 600، يقول راعي السيارة. قال لا 600,000. قلت والله يمكن ما ادري والله نسيت تفاصيلها. قال لا انا اعلمك تفاصيلها انك استلمت المبلغ رواتب الموظفين، عديتها وجردوها عليك ووقعت على استلامها، رحت تصرف للموظفين خلال 3 أيام انهيت رواتب الموظفين، ولكن بالتالي اليوم الثالث صار عندك نقص 600,000 دينار عراقي. يقول قلت صح الله لا يعيد الفقر وايامه يا ابن الحلال. اي راحت. قال لا ما راحت. تدري وين راحت 600,000؟ قال لا والله ما ادري، الى ساعتك والله ما تذكرت الموضوع، لكن والله ما ادري، لكن اذكر اني دفعتها من جيبي. قال رحم الله والديك. بصراحه قال انا اللي بقتهم، يعني انا اللي سرقتهم. ها؟ قال والله هذا الصحيح، انت تثق فيني ومن الزملاء وكنا مجتمعين انا وفلان وفلان عندك، طلعوا وانت ناداك المدير، وانا والله العظيم اني محتاج ذاك اليوم والنفس الاماره بالسوء، وسحبت 600,000. قلت يعني لعلها تمشي، لكن صارت في وجهك وانت والله دفعتها من راتبك. فانا والله مأنبني ضميري، والله اني ما ودي اني ضريتك، لكن والله يشهد الله علي ان كانت عندي ظروف، ولا والله ماني بسروق، واني ضميري مأنبني واني تعبان نفسيا من ذاك اليوم، ولكن الحاجه. قال يا رجال راحت الله يسامحك. قال لا يا ابوي جزاك الله خير رحم الله والديك. لا انا بشك فرج الله لي وزانت اموري وترقيت وزان راتبي، واول يعني مبلغ حصلته طلعته على جنب، بس 4 سنين وهو والله العظيم في البيت رافعه فوق في الدولاب، عشان ايش؟ ما تمشي اليد فيه زي ما تقول في الحساب واصرفه، عشان اذا لقيتك اعطيك اياه، والحين والله ما فكك الا تاخذ. سبحان الله العظيم، توهم متصدقين على ذاك الشايب 600,000. قال لي هذاك يبي 300,000 ايجار والبيت فاضي. يا رب لك الحمد. يقول والله ياخذني البيت، قال ما فكك الا لين اعطيك حقك واوصلك بيتك بعد. يا لك الحمد. يقول والله فعلا نروح وياخذ 600,000 ويعطيني اياها. سامحني تكفى، والله احب راسي يحب خشمي يحب راسي، وسامحني يا حبيبي والله مو بقصدي. قلت يا رجال يقول سنها عندي 600 مليون، ذاك 600,000 فرج من الله بلت ريق على سد ضميان. يقول قلت يا رجال ليتك سارقنا اكثر، والله ما تدري هالحين وش تعني لها 600,000، لكن راح الله يقبلك ويرحم والديك ويجزاك خير ويفرج لك. قالوا وش وراها عسى ما شر، وش فيك انت؟ انا سمعت يعني تقول شركه يوم تستقيل وانت تقول بفتح شركه انا واحد زملائي. قال لي فتحنا شركه وزانت الامور وحصل كذا 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 كذا، لين قبل هالاحداث اللي حنا فيها طاحت على روسنا اللي ورانا واللي قدامنا وبيتي علمها بالسالفه، وهالحين حقنا عند الدوله ما طلع ولا هو طالع يا اخي بالسهل، الشكوى الى الله احنا متوهقين. قال طيب ودخلك من وين؟ قال لا شيء. قال خويه تدري والله انا لا زلت يعني عقب هالسنين اعطيك نفس المبلغ، والله العظيم ما غسلت خاطري، ودي اكفر عن ذنبي، وما دام من وضعك كذا يا اخي انا اعرفك جيد في المحاسبه قوي. قال لي والله وانا على خابرك زي ما انا زي على خبرك، بس هل تشوف؟ قال طيب اصبر ضاعت ولقيناها. قالوا شلون؟ قال قبل امس انا عند خالي. قال طيب. قال خالي عنده شركه مقاولات، واسمع يكلم بالتليفون عنده مشكله في المحاسبه، مدري محاسبه راح فنشه ما ادري وش صار عليه، ما عنده مشكله، تبي اكلمه انا ازكيك. قلت كلم شوف. قال طيب. وانا ما ادري من خاله. يقول والله يرفع جوال، هلو خالد حياك كيفك وشلونك طيب؟ قال بخير. قال خالي قبل امس من وياك في السياره وانت تقول تكلم واحد ما ادري منه وتقول له المحاسب واللي فيه ما يخطي. قال اي والله هذا عندنا محاسب عنده عجز وباق وما ادري فعل وسرق واللي فيه ما يخطيه وفنشناه، عندنا وياه مشاكل الحين في عجز قال طيب
جاك يا مهنا ما تمنى. قالوا شلون؟ قال هالحين معي رجال ما تعطيه يمناك يسراك، خبره في المحاسبه، وعندي ما جاك من خطاياه عندي انا، امين رجال كفو. قال جبه عجل هاته. يقول والله ويوديني الخاله. نجي الخال ورجال نعاق ورجال ما شاء الله بين عليه اثار النعمه والغنى، سلم عليه يا مرحبا حياك الله. قال والله احنا وضعنا كذا كذا كذا. قال ذي الف باء بالنسبه لي انا اجدول لك ارتب لك واطلع لك الاختلاسات وين والنقص وين، سلمني اياها يومين ثلاث واعطيك العلم. قال جعل في القوه، جعلك على القوه، توكل على الله يلا هذا قسم المحاسبه وادخل. يقول وادخل ويعطوني الدفات ويعطوني الذا والكمبيوتر طق 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 وزي النظر واطلع لك كل شيء قائمه كل شيء. يقول وضح للخال اني فاهم في شغلتي. قال شوف جابك الله، تدري انا بيك توظف عندي، تقدر تسوي خير وبعطيك راتب وقدره. يقول كثير موافق، تكفى الله يرحم والديك، انا تكفى ادخل الله ثم كنت توظفني انا بعيش. وش علمك؟ ويضحك خوي. قال يا رجال هذا قصتي قصه بس خله بعدين اعلمك اياها، اهم شيء انه لعله اكون يعني يقول خويه. قال لعل الله يرزقه ان شاء الله عن طريقي ولي الاجر. قالوا جزاك الله خير وتشكر وراح الرجال. قال لا بالله داوم عندي من بكره. فعلا والله صبح عندهم من بكره واستلم القسم واستانس وشغل وبدا يضبط اموره ويفهم العمل. اسبوعين جلس مع الرجال هذا رئيس الشركه. قال يا اخوي انت شغلك على مستوى محاسب، وين اشتغلت انت قبل؟ قال الرجال انا كنت اشتغل مع والد اختك في الوزاره وكنت مسؤول الصندوق والصرف. قال طيب. قال بعدين فتحت شركه وصار كذا وصار كذا وصار كذا وصار كذا، وهالحين لي مستحقات ومستخلصات ما عند وزاره الصحه، لكن ما طعت خلص عجزنا والله نشفت رياقنا يا اخي، بعنا حلالنا وتبهذلنا وعلى هالمشروع وهالصفقه هذه، ولكن ما رد الله انها تتم. انا وش ذنبي يا مسلمين؟ مت جوع انا وعيالي. قال هانت. يقول راعي الشركه كم المبلغ؟ قلت مبلغ كذا، هذا اوراقه معي. يقول وريه في الجوال. قال عوافي. قالوا شلون؟ قال يا رجال ماليه وزاره الصحه في جيبي، كلهم اخوياي وربعي، اسالك بالله. قال لي والله تمول عليهم. قال افا عليك مالك هم بس ارقد. قلت لا تكفى عجل علي، تكفى قدرت بيض الله وجهك. قال والله انه موضوعي. شوف سبحان الله الرزق وين يجي، كان الا فضل الله سبحانه وتعالى، ثم هكا صدقه على هكا ضعيف. يقول قال والله مالك هم، والله مالك الا طيبه الخاطر. يقول فعلا تواصل مع الرجاجيل ويروح انا وياه الوزاره ويعقبهم، وكل ما رحنا المكتب لا والله يطيرون بالله فعلا اخوياه وربعه ويعرف معروف، رجال معروف علاقات يعني. لكن المنع فعلا يعني من فوق ابطت شوي، ما هي باللي صدرت على طول. يقول والله اخذت لها حوالي 7 شهور اللي يقولها بند من بنود الوزاره، تعرفون بعض الامور اللي بغوا وزانت الامور يعني، فلقوا له بند اصرفوا له منه. يقول والحمد لله جاتني مستحقاتي كلها. يقول الان صاحب الشركه وولد اخته اصدقاء خاصين لي يعني على اثر معروفهم اللي سووه لي وانقذوني الحقيقه، ما قصروا وفزعوا لي الرجاجيل. يقول والان رجعت طبعا شركتي انا وخويي، تركت الوظيفه عند الرجال ذا، تعذرت منه وقلت دخلنا على الرفقه ابرك من الوظيفه. قال بدل الله يرزقك نلقى محاسبا ثاني. يقول وانا ابشرك الان رفقه ان انا وياهم ورجعت الخوي. يقول ابشرك اموري الان هي بيك عقبه قويه جدا لكن تجاوزناها من فضل الله. هو يقول بنفسه يقول من فضل الله سبحانه وتعالى علي، ثم هاك الشايب اللي تصدقت عليه بدل ما اشتري دخان اعطيته. يقول ربما انه دعوته مستجابه وربما ان الله عوضني بخير، الله اعلم وش العلم ما ادري، لكنها والله يقول اني من تصدقت عليه ما اخذت والله يمكن ساعه اقل والله، الا فرج الله جاي ووراه فرج ووراه فرج، فالحمد لله. فهذه يعني من القصص اللي هي مثلا ممكن تحث على الصدقه، وايضا تحث الشباب على العمل، وان ايضا فيها فائده ان الواحد لما دخل في امر معين ايا كان سواء تجاري او غيره وطاحت به الدنيا، ما يبتل طايح ويونون، لا قام عنها الله، حاول. النمله طلعت الجدار 73 مره لين عدت وهي نمله. فنجيب هالحث يعني شحذ الهمم مثل ما يقولون، وتمسوا على خير.